اهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند، وفي الفيديو ده هراجع معاكم مسلسل بريدجرتون الموسم الثالث. Dearest gentle reader, we have been apart for far too long. مسلسل بريدجرتون في الاساس هو مقتبس من مجموعه كتب شهيره لجوليا كوين، وهم ذا دوك اند اي وذا فيسكاونت هو لافد مي وان اوفر فروم ا جنتلمان ورومانسينج مستر بريدجرتون وكمان تو سير فيليب ويز لاف وين هي واز ويكد ويتزن هيز كاس واخيرا اون ذا واي تو ويدنج. وانا النهارده هتكلم معاكم عن الكتاب الرابع واللي اتعمل منه الجزء الثالث للمسلسل، وهو رومانسينج مستر بريدجرتون. الجزء الثالث مكون من 3 حلقات. اول 4 حلقات اتعرضوا بالفعل على نتفليكس من تاريخ 16/5 اللي فات، وباقي 8 حلقات هيتعرضوا يوم 13/6 اللي جاي، نظرا طبعا لتقسيم الموسم الثالث لجزئين. وخليني اقول لكم ان اجواء مسلسل بريدجرتون اجواء عائليه بتخص عائله بريدجرتون وابنائه. القصص دي كلها عباره عن حكي لكل شخص فيهم على حده، ووضعه ايه داخل العيله دي، ونظره المجتمع من حواليه هتكون عامله ازاي. وفي تركيز هنا على كل فرد من افراد العيله من الناحيه النفسيه، وبناء كل شخصيه فيهم بتكون عامله ازاي. فالقصص هنا ما فيهاش حبكه مش متوقعه ولا بلوت تويست خرافيه، ولكنها احداث لطيفه محكيه حلو جدا، بس من السهل توقع ايه اللي هيحصل بعد كده. ولكن اللعب هنا مش على الحبكه والبلوت تويست نهائيا. التركيز في حكي القصص هنا هو انك تخش في اجواء لطيفه جدا تحسسك بالالفه، لدرجه انك فعليا مش عايز الاحداث تنتهي. قصه بتتكلم عن طبقه ارستقراطيه غنيه جدا. صناع العمل بيخلقوا عندك الفضول في التعرف على العيله دي اكتر بمشاكلهم النفسيه وكميه الانعاره الغير طبيعيه الموجودة في الشخصيات. في كمان شخصيات معينة هتحبها بشكل مش طبيعي. ولكن خليني دلوقتي اتعمق معاكم اكتر، وقبل ما نكمل ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، لان ده بيساعدني بشكل كبير جدا في صناعة النوع ده من المحتوى. ويلا بينا نكمل موضوعنا. What this author knows to be true is that diamonds are not the only gems that sparkle. الجزء ده تحديدا بيركز اكتر على علاقة بنولبي وكولين بريدجرتون، وبتكون احداث المسلسل داخل اجواء احتفالية بتتعمل مخصوص علشان يتم التقاء الاشخاص ببعضها، ومن هنا يتكون بينهم علاقة تنتهي بالجواز. حاجة كده شبه سوق الجواز، ولكن بشكل فخم جدا ومن عائلات غنية جدا. طبعا احداث الاحتفال دي بتحصل في لندن، ومن هنا هنخوض في رحلة اجواء ملكية فاخرة جدا. بنلاقي في احداث المسلسل هنا بنولبي شخص مختلف تماما عن بقية النساء، فهي مهتمة اكتر بالقراءة، وعندها فكر معين عن الارتباط اتخلق من اطلاعها على الكتب اللي بتتكلم عن الحب. فبينولوبي هنا مش بتدور على امير تتجوزه وخلاص، ولكنها بتدور على انها تخش في علاقة حب وتعيش الاجواء دي بكل تفاصيلها. فبيقرر هنا كولين بريدجرتون انه يساعدها في انها تكون شخصية كاريزماتيك مثيرة للاهتمام علشان تجذب الرجالة ليها. ولكن مع تطور الاحداث الموضوع مش بيمشي بالطريقة دي خالص. وطبعا انا مش هحرق حاجة من احداث العمل، ولكن حابب اقول لكم ان المسلسل لطيف خفيف جدا. الجزء الاول من الموسم الثالث 4 حلقات بس، حرفيا هتخلصهم في قعده واحده، واضمن لك انك هتستمتع بالاحداث بشكل كبير جدا. ولكن احب احذركم ان العمل مش مناسب للمشاهده العائليه، فكونوا حريصين جدا انكم تتفرجوا على المسلسل ده لوحدكم، لان فيه مشاهد قليله الادب كتير قوي. وبس كده، دي مش كل حاجه عندي عن مسلسل بريدجرتون، ولكن هنا بكون وصلت لنهايه فيديو النهارده. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبكل تأكيد ما تنسوش تدعوا لإخواتنا في فلسطين. وهسيب لكم لينكات لفيديوهات تانية في الديسكريبشن بوكس، ابقوا خدوا عنها فكرة. وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.